النهارده هنتكلم عن 5 افلام ممكن تتفرج عليها في الاجازه. يلا بينا. بفكركم تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناه لان ده بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. خطة سرقة مثالية بتنفذها مجموعة من أذكى اللصوص. خطة مليانة حماس وتوتر وتخليك قاعد على أعصابك. فيلمنا الأول هو أوشن 11 بطولة جورج كلوني وبراد بيت. الفيلم بيحكي عن داني أوشن اللي بيجمع فريق من أفضل اللصوص عشان يسرقوا 3 كازينوهات في ليلة واحدة. مش بس الخطة العبقرية لكن التنفيذ كمان مليان مفاجآت وأحداث غير متوقعة. Say we get down the elevator we can't move and past the guards with the guns and into the vault we can't open. We're just supposed to walk out of there with $150 million in cash. Yeah. تخيل انك عايش حياة مليانة مغامرات وحكايات مشوقة، وكل خطوة بتحكي لك قصة جديدة هتخليك تضحك وتعيط في نفس الوقت. فيلمنا التاني هو فورست جامب بطولة توم هانكس. الفيلم بيحكي عن قصة شخص عادي بيعيش حياة غير عادية مليانة مغامرات غير متوقعة، من الحرب لنجاحات رياضية. For some reason what I was doing seemed to make sense to people. Forget about me! Get yourself out! Been awarded the Medal of Honor. How come? Now my mama's always telling me how miracles happen every day. Some people don't think so. Jenny! But they do. رحلة فورست جامب هتلمس قلوبكم وهتخليكم تشوفوا الحياة من منظور مختلف. بطلنا في الفيلم ده بيواجه صعوبات الحياة بكل إصرار وأمل. قصة ملهمة عن شخص بيكافح عشان يحقق أحلامه. But his best wasn't enough. Man, I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. فيلمنا الثالث هو Pursuit of Happiness بطولة ويل سميث. الفيلم بيحكي عن قصة حقيقية عن الملياردير كريس جاردفر اللي بيمر بصعوبات مالية كبيرة لكنه ما بيستسلمش وبيكافح لتحقيق حياة أفضل ليه ولابنه. فيلم مليان مشاعر وبيوصل رسالة قوية. عالم مليان بالتوتر والتشويق حيث اللعب على الأعصاب بمهارة لا مثيل لها. فيلمنا الرابع هو الجوكر بطولة خواكين فينيكس. الفيلم بيتناول قصة تحول آرثر فليك من شخص مكتئب ومهمش في المجتمع لواحد من أكتر الشخصيات الجنونية والإجرامية في تاريخ السينما. أداء خواكين فينيكس خرافي وقصة الفيلم مؤثرة جدا. It's so awful, isn't it? فيلمنا الخامس هو الفيلم الأعلى تقييما على IMDb، شاوشانك ريديمشن من بطولة تيم روبنز ومورجان فريمان. الفيلم بيتكلم عن أندي روفرن اللي بيتسجن ظلم بتهمة قتل مراته وطبعا بيخطط للهروب من السجن. الفيلم بيستعرض ازاي الراجل ده بيتعامل مع زملائه من المساجين ومحاولاته المستمرة للوصول للحرية. That means that he fired the gun empty and then stopped to reload. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back, 1 for each of your victims. So be it. وبس كده، دي كانت ترشيحاتنا الافضل واجمد 5 افلام ممكن تشوفهم في الاجازه. لو لسه ما شفتش اي فيلم من الافلام دي انصحك تروح تشوفه دلوقتي حالا. ولو عجبتكم الترشيحات ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.